خلصوا على 1,000,000 واحد بحتة قماشة. طائفة الخناقين. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. الخناقين هو اسم طائفة من الهنود، كانوا محترفين في قطع الطرق وسرقة المسافرين والتخليص عليهم بطريقة مختلفة جدا. والناس اللي كانوا بيشكلوا الطائفة دي كانوا خليط من أديان وقوميات مختلفة، يعني كان فيهم الهندوسي والسيخي والمسلم وغيرهم، بس أكتر أفرادها كانت من الهندوس أتباع الرابة كالي، ودي عند الهندوس كانوا بيعتبروها آلهة الزمن والموت، وبيصوروها في معابدهم على هيئة ست شعرها طويل وأنيابها بارزة وبشرتها داكنة، وكانت دايما بتكون لابسة سلسلة مميزة جدا معمولة من الرؤوس. والخناقين الهندوس كانوا بيخلصوا على الناس علشان يتقربوا من معبودتهم كالي، وبيدعوا إن هي اللي أمرتهم بكده علشان يخلصوا على أي حد مش بيتبع الطائفة بتاعتهم، وده طبعا على حسب الأسطورة الهندوسية اللي بيعتقدوا فيها. بس طبعا عمليات الخناقين ما كانش أساسها ديني بس، لأن سرقة فلوس المسافرين ونهب ممتلكاتهم كانت هي الهدف الرئيسي، وعشان الهدف ده انضم ليهم ناس من معتقدات تانية غير الهندوسية. وفي نص القرن ال16 زاد نشاط الخناقين في الهند، وعشان يحددوا القافلة المناسبة للسرقة كانوا بيحطوا خطة ما تخرش المية. وكانت أول خطوة إنهم كانوا بيزرعوا الجواسيس في المعابد والأسواق والحمامات وهم متنكرين في زي متسولين، وكل ده علشان يقدروا يجمعوا معلومات عن المسافرين في القوافل ويحددوا الصيدة المناسبة من التجار أو القوافل الأغنياء. وبعد ما يحددوا القافلة اللي عليها العين بتيجي الخطوة التانية، ودي بقى بيعملها مجموعة تانية من الخناقين بيكونوا متنكرين في زي حجاج أو تجار، وأحيانا بيكون معهم زوجاتهم وولادهم، وده عشان يسبقوا الدور أكتر لما يتزرعوا في القافلة اللي عليها العين، عشان يعني يكسبوا ثقة المسافرين اللي فيها. وأول ما ده يحصل وتكون كمان القافلة قطعت مسافة مناسبة في الصحراء ووصلت لمنطقة البيلي، والبيلي دي بتكون المنطقة اللي مستخبي فيها المجموعة الثالثة من الخناقين، وبتكون دايما منطقة مليانة بالكهوف والآبار، ومن خلالها بتراقب مجموعة الخناقين الثالثة القافلة عن بعد، واللي أول ما بيشوفوا إشارة التنفيذ اللي كانت عبارة عن غيمة من الدخان بيعملها كم واحد من الخناقين اللي اتزرعوا في القافلة مع شوية غنى وطبل علشان يشتتوا الحراس ويشتتوا المسافرين اللي في القافلة، بتيجي الخطوة الثالثة. بتتجمع المجموعة الثالثة من الخناقين جوه القافلة علشان كل الخناقين يطلعوا حتة القماشة وهوب ينفذوا العملية، وبعدها يخفوا معالم وآثار العملية في الكهوف والآبار اللي حواليهم. والخناقين ما كانوش بيخلصوا على القافلة كلها، لأن كان عندهم شوية من القوانين والأعراف، زي مثلا إن هم كان ضميرهم بيصحى ويستحرموا يخلصوا على شرايح معينة من الناس، زي الستات والمغنيين والراقصين والنجارين والعمال وكمان الكناسين واللي بيبيعوا الزيوت. وطبعا ما كانوش ملتزمين بالقوانين دي دايما، لأن أحيانا كانوا بيخلصوا على القافلة كلها عشان ما يكونش في أي شهود عليهم. أما بالنسبة للأطفال اللي في القافلة فكانوا أحيانا بياخدوهم ويعيشوا معاهم، وطبعا يدربوهم مع أولادهم عشان يبقوا خناقين في المستقبل. والتدريب ده بيكون من سن 10 سنين، وبينفذوا معاهم العمليات بداية من سن 18 سنة. أما قبل كده فبيكون مسموح ليهم إنهم يشوفوا تنفيذ العملية بس علشان قلبهم يجمد في المستقبل. والموضوع ما وقفش عند الأطفال وبس، دول كمان استخدموا زوجاتهم عشان يوقعوا اللي بيسافروا لوحدهم، وكانت الست من دول بتتظاهر إنها تايهة أو عملت حادثة، وأول ما يقرب المسافر المسكين منها علشان يعني يحاول يساعدها تبدأ تغريه وتشغله بالكلام، وأول ما يثق فيها تطلع قماشتها وتنفذ، وزمايلها يظهروا ويساعدوها ويكملوا المهمة. وما بين سنة 1830 ل 1840 بدأت القوات البريطانية المحتلة للهند في الوقت ده إنها تستخدم أساليب جديدة علشان تتتبع الخناقين وتقبض عليهم. فالضابط البريطاني ويليام سالمون استخدم كمائن شبه بالضبط اللي بيستخدمها الخناقين، فجهز قافلة كاملة من الشرطة المتنكرين في زي الحراس والتجار عشان يغروا الخناقين، وفعلا نجح ووقع مجموعة كبيرة منهم. ومع زيادة عدد الخناقين اللي اتقبض عليهم زادت الاعترافات، وبدأت الشرطة تكتشف بالتدريج حجم العمليات اللي نفذتها الطائفة دي. فمثلا اعترفت خلية واحدة بتتكون
بتتكون من 20 راجل إنهم خلصوا على 5200 شخص مرة واحدة. وواحد تاني من زعماء الخناقين اعترف إنه خلص على 931 راجل لوحده. وفضلت الاعترافات تزيد لحد ما توصلت الشرطة إن مجموع اللي خلص عليهم الخناقين كانوا أكتر من 1,000,000 واحد. ومع بداية سنة 1870 كان تم القبض على كل الخناقين عشان تنتهي حكاية أغرب طائفة من حكاوي الدنيا.